واخيرا رسميا كيليان مبابي وقع رسميا مع ريال مدريد. الف 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 مبروك من كل قلبي لكل جماهير ريال مدريد، تستاهلوا والله. 12 سنة على تحقيق حلمه لكيليان مبابي واخيرا حقق حلمه. انا بيعجبني الشخص اللي بيهدف ليحقق احلامه. ريال مدريد صار عنده فريق جبار بكل معنى الكلمة، هو بالاصل عنده فريق جبار. كيف مع كيليان مبابي هيك رح تكون المنظومة أقوى وأقوى وأقوى. تستاهلوا يا جمهور ريال مدريد صراحة. بعد فترة طويلة رح يكون دوري أبطال أوروبا 16 17 17 18 19 20 رح يحققوهم ورا بعضهم هدول ريال مدريد مع هيدي التشكيلة. أنا كمشجع لبرشلونة صدقوني من كل قلبي زعلان على النادي تبعي اللي عم يصير فيه، واكبر دليل على ذلك انه شوفوا انا ما عم بطلع وعمل فيديوهات نهائيا. كيليان مبابي جمهور ريال مدريد مبروك. اخر شيء بدي اقول لكم بالنهايه كيليان مبابي لعب مع افضل اللاعبين بالعالم مع باريس سان جيرمان، ولعب مع افضل مدربين العالم مع باريس سان جيرمان، وما حقق دوري ابطال اوروبا. يعني شوي عليه انتم كمان ما تنفخوها كثير للشغله، يعني شوي اعطوه حقه. يعني انا بالنسبه لي بشوف فينيسيوس افضل من كيليان مبابي. اللي عم يعملوا فينيسيوس مع ريال مدريد افضل من كيليان مبابي. ريال مدريد اللي بيميز كيليان مبابي هي سرعته وسرعه التفكير اللي بيفكر فيها، ما اكثر من هيك. بس صراحه يلا انبسطوا يا جمهور ريال مدريد، تستحقوا هيدي الفرحه والله. ناقصك مهاجم بالفريق؟ لا. ناقصك مهاجم سريع بالفريق؟ برضو لا. طب لاعب سريع بالفريق؟ برضو لا. مديون؟ لا. ناقصك فلوس؟ لا. نفسيتك تعبانة؟ لا. في بطولة صعبة عليك؟ لا. نفسك في بطولة تحققها؟ لا. في حدا مضايقك؟ لا. وبتوقع مع مبابي ليش؟ شوف يا رجل، كيليان مبابي مو مصدق حاله، فرحان اكثر من المدريديه يا رجل. نشر هاي الصورة على حسابه وكتب عليها: واخيرا تحقق حلمي وانضميت الى نادي حياتي. هلا مدريد يا ولد، تحقق حلمك انت وتفسد احلامنا يا رجل. والله العظيم الله ما يرضاها هاي، الله ما يرضاها. الله يكون بعونك يا ابو خالد، الله يجبر صوابك يا ابو خالد. مثل ما حاجيك اسمع مني، دق وزن. فرحانين على حالكم يا مدريديه؟ فرحانين على حالكم لانكم تعاقدتوا مع كيليان مبابي؟ ولك شوف القرش لابورتا مع مين تعاقد، شوف لابورتا مين جاب على برشلونة، ولك رئيس الفيفا بذات نفسه. خلي كيليان مبابي ينفعك يا مدريدي، خلي كيليان مبابي ينفعك مثل ما حاجيك اسمع مني. دق وزن كيليان مبابي ريال مدريد ايا كانت ابوس لكم، هو من زمان كابوسونا. يعني بشرفكم يا ريال مدريد بعد ما مرق 24 ساعه انه فزتوا بدوري ابطال اوروبا، ما شبعتوا، ما فرحتوا من كثر ما متعودين على دوري ابطال اوروبا، وانكم تفوزوا بدوري ابطال اوروبا ما عجبتكم هيدي الفرحه؟ متعودين على هيدي الفرحه، قررتوا اليوم انه تجربوا فرحه جديده. كيليان مبابي اقسم بالله لو فريق امبارح ربحان دوري ابطال اوروبا بضل احتفل 10 سنين دوريه. نفسي جرب شعوركم بس لمده دقيقه فقط، بس كبرشلونيه مش كمدريديه. نحن مش خالصين من مرتدات فينيسيوس لحتى هلا جبتوا مبابي كمان. خط لك لحق على مبابي وفينيسيوس. هلا قال له عن تعبتوني، برشلونه عمكم. حلو، هير وي جو. امبابي تو ريال مدريد. هاي الاخبار الحلوه. امبابي ممكن ديفيز اندريك الموسم الجاي يجيكم. هاي الاخبار. نريد منافسه ماكو. يعني ما يصير كل موسم نفوز عليكم باسوا احوالنا وجاي نفوز عليكم. بس يبقى زعيم اسبانيا وزعيم اوروبا برشلونه الافضل في التاريخ. بوم. مبابي إلى ريال مدريد. الهير وي جو أصبحت رسمية 100%. خلص مبابي مدريدي. التقديم بس بالسانتياغو برنابيو. في مجال تحكي لي بإيش راح تفيدك صفقة كيليان مبابي يا مدريدي؟ يعني في بطولة أنت مش قادر تجيبها، جبت كيليان مبابي عشان يجيب لك إياها مثلا؟ امبارح جايب ال15 وأنت ما في عندك مهاجم صريح بالفريق. يعني جبت مبابي بده يجيب لك كأس العالم مثلا؟ مو يا اخوان والله العظيم بحكي جد، والله ما بتخوف. إلي من الصبح بفكر فيها. طب بإيش راح يفيدهم؟ إيش البطولة اللي ممكن يجيب له البطولة اللي ممكن يجيب لهم إياها وهم مش قادرين يجيبوها؟ أبطال معهم، دوري معهم، سوبر معهم، كأس عالم الأندية معهم، وبعدين معهم هذول. يعني وبعدين والله لو إنها بلاي ستيشن
لو واحد حكى يلا ماشي، بس هاي بطولة يعني أندية، في أندية ثانية قاعدة مواجهك، مش شرط برشلونة، في السيتي، في الباير، في كثير، في حرف جار طلع. رسميا ريال مدريد يعلن التعاقد مع مبابي عبر صفحاته، وبرشلونة يرد بقوة بصفقة تجديد عقد روبرتو. يا زلمة ريال مدريد والكوريال مدريد شو بدكو اكثر من هيك؟ دوريات وما حدا ملحقكو، دوري ابطال وما حدا ملحقكو، هو ربنا الله بجوز بطولة كأس الملك بس اللي قادرين نلحقكو فيها، يعني انتوا جايبين مبابي بس عشان تحققوا بطولة كأس الملك؟ يا زلمة مش هيك بتتاخذ الامور، عندكو 1000 لاعب مرشحين للكرة الذهبية ومليون لاعب واكاديميات ودنيا، ذاقت عندكم من مبابي؟ ولكم شو بدكم فيه؟ اعطوله فريق غلبان زي برشلونة. صفحة ريال مدريد نشرت هذا الفيديو، يعني تم الإعلان رسميا كيليان مبابي مدريدي. هسه كل المدريدية مبسوطين لأن من الصبح حكينا أصلا اليوم المساء الإعلان، لكن أنا حاب أقول لك وأوجه لك رسالة يا كيليان مبابي، تعال يا بابا لأنه عمك بعبعك بستناك. تعال وشوف برشلونة شو راح يعمل فيك، راح يخليك كوابيس تحلم بالليل. تعالوا ونورجيكوا ونعيد الأمجاد أيام الجلاكتيكوس القديم. بإذن الله برشلونة سيعود من الموسم القادم. طبعا السيد غير البايو عنده وكتب إنه صار لاعب لريال مدريد. أنا حاب أقول لكم مبروك، أنتوا عارفين فيش بينه وبين كل شيء، لاعب سوبر مبروك عليكم جبتوه، لكن بإذن الله مش راح نخليه سوبر، راح نخليه سندويشي، لأنه الوجبة السوبر كبيرة، فسندويشي إن شاء الله. الموسم القادم راح تشوفوا برشلونة سيعود ونعيد امجاد الجلاكتيكوس اللي قاعدين تبنوا فيه. اتذكروا ب 2008 كيف صحيتوا وقتها برشلونه، وشفنا برشلونه كيف انطلق مع فليك. برشلونه راح يرجع ينطلق من جديد. مبروك عليك يا عم الصفقه، يعطيكم العافيه. حرصة شوفي